السلام عليكم ورحمة الله. الترجي الرياضي التونسي عمل ريمونتادا لم تكتمل هذه الريمونتادا بشواء الغلط متاع اللي ينفذ الكرة الثابتة. كأنه ترجي ما فيها حتى جوار إلا حمزة جلاسي، مدافع نورمالمون يعطيوه الملاعبي فنان، وكسيلة بوعالية مترشق مسجل أهداف من مسافات بعيدة، يسجل واي. شفتوه حط كرة في التسعين، يعني كرة كسيلة بوعالية يحط كرة في التسعين من خارج مناطق الجزاء، وحمزة زلاسي يغمض عينيه ويحط الكرة الفوق. ماهوش فنان حمزة زلاسي باش ياخذ الديسيزيون هذيك، حل ساق ويحط كرة بالطريقة هذيك. ترجي بعد ما كان في مهزلة كروية في الشوط الأولاني خاسر 2 بلاش، مهزلة سبب فيها تنرجعوا شكون 2 بلاش الشوط الأولاني، يرجع بريمونتادا لم تكتمل 2-2 تعادل. في تعادل تقولش عليه هزيمة، يعني كان الترجي كان خاسر 2 بلاش، رجع 2-2. كان جمهور الترجي يقول لك 2-2 احسن من الخساره، لكن تجي ضربه جزاء في دقيقه 90 كوره هاك شفتوا معناها وين حطها حمزه زلاسي، يعني يصطاد في حاسيلو. المباراة حسيتها الترجي اليوم ما هياش الترجي، وحسيت ماهر الكنزاري خطر على تاريخ الترجي الرياضي التونسي. هذا إحساسي من قبل، عندي مدة كنت نحكي على ديما رأيي في ماهر الكنزاري. مدرب ما يعرفش يوقف الفريق، مدرب أي فريق يلعب الكرة يدخل يعمل فيه اللي يحب. الترجي خسر 2 بلاش، كان ينجم يخسر أكثر في الشوط الأولاني. بعدها الترجي تعب الفريق التنزاني، دخول المساكني بأمور اضطرارية حرك الفريق. الناس اللي سجلت أهداف باش تعرف أنت فشل الماهر الكنزاري شكون سجل الأهداف. الدياكيتي اللي ديما بناك مع ماهر الكنزاري من قبل ما كانش في الشوا متاعو، اللي دخل زاد ابو عاليه عمل مباراة ممتازة ضد القيروان ومترشق قاعد يلعب، خلاه احتياطي ودخل من بعد. شوفوا الاختيارات العشوائية متاع ماهر الكنزاري. ما نجموش نقولوا اللي الترجي اليوم فريق يفرح، ما نجموش نقولوا اللي الترجي فريق متاع ينجم ياخذ تشامبيونز ليج. الترجي اليوم بالرغم التعادل راهو تعادل مع فريق لم يسجل اي هدف في 3 مباريات الاخيره، تعادل مع اضعف فرق المجموعه اللي غادر نهائيا هذه المجموعه. فريق سيمبا التنزاني من اضعف الفرق في هذه المجموعه. يرجع الترجي في الشوط الثاني 2-2 وضيع الانتصار الصحيح. لكن ملخص الهدرة، علاش تلوموا في ماهر الكنزاري؟ انا ما نلومش ماهر الكنزاري لانه لومناه لمده 3 4 شهور وما تغير حتى شيء. اللوم كان مش تلوم، لوم الاداره، لوم المدب اللي متفرج على الفريق هذايا ومخلي ماهر الكنزاري يخدم يعطي فيه في 80 مليون والترجي تعاني. اصبحت الترجي فريق متوسط جدا ومتواضع بحضور هذا المدرب الفاشل ماهر الكنزاري. وديما نحكي على الخدمه نتاعو، مانيش نحكي على الشخص. فشل ذريع في التدريب، فشل في الاشواء. ريجي كانف وقت اللي كان في الترجي يخرج لك جاهبذة كرة القدم في تونس المحللين والمحامين ويقول لك خطر على تاريخ الترجي. مالك كنزاري خطر على شنو؟ الترجي بعد 4 مباريات بالتمام والكمال يسجل 6 نقاط فقط، كان ينجم يسجلهم في رادس زوز انتصارات والسلام عليكم. الترجي من 12 نقطة كاملة ما يحصد كان 6 نقاط. هذيا ارقام تاع فريق ضعيف او متوسط، ماهوش فريق عنده تاريخ كبير في كأس الافريقي. لكن لما تكون عندك مدرب كما ماهر الكنزاري نجم تعمل 6 او اقل، لانه اليوم الملاعبيه هو اللي منعوك. يعني حتى كسيل ابو عاليه وحده خذ الكره حتى في 90، يعني فماش عمل. ترجي ما تحساش فريق يخدم كوره، الترجي ما عندوش سيركوي يخرج منه الكوره، الترجي غايب الحلول نتاعو. الملاعبيه ما همشين اصلا، الملاعبيه تحسهم حتى الكوره مع ماهر الكنزاري ماهوش هو. اين المدير الرياضي؟ وينه حمدي المدب اللي دائما يخلي مصلحه الفريق يقول لك لا كونتينيتي. كل ما تسال في الهيئه المديره يقول لك راهو حمدي المدب يحبذ الاستمراريه. وين وصلت في الاستمراريه هذه؟ علاش ما استمريتش مع ريجي كانف اذا كان انت تؤمن بالاستمراريه؟ ريجي كانف باش يقعد وصمة عار في تاريخ الترجي، لانه عمل فريق ربح
البيراميد اللي هز الشامبيونز ليج، وكان يلعب في مباريات ممتازة جدا مع الفرق الكبرى، وكان الافكتيف نتاعو ناقص. اصلا ماهر الكنزاري جيانه للترجي خاطئ وغلط. ماهر الكنزاري شعمل في الترجي؟ نعطيك شعمل بالضبط. قضى على جل الملاعبية في الترجي، على جل الملاعبية في الترجي. نحكي لك على بوزيان، ملاعبي كيما كيكا كان ينجم يتطور مع ماهر الكنزاري. قضى على عبد الرحمن كوناتي اللي كان من احسن الملاعبية اللي جاوا للترجي، اصبح لاعب عادي لانه لعب فيه على الشيره اليسار. قضى على برشا ملاعبية، محمد الموحلي مش موجود في برشا مباريات كي نجم يعاون حتى في البطولة. قضى على 1000 ملاعبي جيبانو الملاعبية كيما العيفي، كيما يونس راشد، الملاعبية اللي أشرف على انتدابهم. هاك شفتوا حتى كسيلة بوعالية والملاعبي اللي يبرز في الترجي خليه احتياطي. ما نعرفش كيفاش يخمم ماهر الكنزاري بهذا المستوى، كيفاش يريني في فريق اسمه الترجي الرياضي التونسي. هذا الفيديو إذا كان ماهر الكنزاري واصل مع الترجي فعلى الدنيا السلام وانتهي، يعني زايد باش تحكي أكثر من هكا، لأنه جماهير الترجي الرياضي معناها الشوط الأولاني ثم ناس زعما دخلت في التلفزة من كثر الصياح والتنرفيز، وناس في المقاهي معناها على أعصابهم. ميركاتو شتاه هذايا فشل ذريع في، مانيش نحكي على اسامي الملاعبيه، الاسامي الملاعبيه داكوردو ملاعبيه باهين، لكن انت جايب ملاعبيه في الشتاء يحضروا لك في الصيف. بنا مخ تخمم لا ملاعبي يصلح جاي في الشتاء، علاش ما تجيبش ملاعبي في الشتاء يصلح للترجي الرياضي؟ اسئله عديده وحارقه جماهير الترجي الرياضي تنتظر الاجابه ولكن لا مجيب. الترجي والجمهور متاعه تحول، عنده جمعة التالي للبارك وعبر على الغضب متاعه بعد حكاية البارازيت. وماهر الكنزاري يواصل المدب في العناد متاعه، يخير الاستمرارية مع ماهر الكنزاري ويواصل. ملاعبية تحس الترجي ما عندوش كادر، لأنه اليوم في ضربة الجزاء نورمالمون ضربة جزاء شوتها أكثر واحد يعني عنده أعصاب هادئة، وأكثر واحد يكون فنان. أخذ القرار كونه أصلا جلاس يشوت تحس ماهوش قرار صحيح. ظاهر جلاسي ماهوش الملاعبي الفنان اللي نجم يحط كرة بالطريقة هذيك. هذايا عمل المدرب، هذا الشوا نتاع المدرب. راهو المدرب هو اللي نجم يبدل اختيارات، يعني حتى التيرور. لهنا شوفوا اللي ماهر الكنزاري وصل الترجي المرحلة كونه أي فريق في إفريقيا ينجم يتجرأ عليه. وبالدليل الترجي من الملعب المالي لم يستطع الربح، يعني ملعب المالي هذايا فريق من الصنف الرابع في افريقيا، مانيش نحكيو على كاتيجوري اولى تعرفوا شكون فيها بالضبط في افريقيا واسياد افريقيا. بيترو اتليتيكو الانغولي فريق عادي. الترجي كان خاسر الدقائق الاخيره، منعت ماهر الكنزاري بتشلويحه هدف بالراس سجلوا، منعوا شكون؟ منعوا دياكيتي اللي هو يحط فيه بناك. اليوم الترجي كيفاش منع؟ هفوة من المدافع دياكيتي يمنع ماهر الكنزاري مرة أخرى، كوسيلة كيف راهو الترجي مش قاعد يلعب أبار. أنت حتى لو كان ربحت 3-2 بنفس الديسكور الترجي مش قاعد يلعب. اسكو هذا لاعب بتاع تشامبيونز ليج؟ هذا لاعب تنجم تقابل به قاعدة الفرق كيما سان داونز ولا كيما الأهلي؟ يا ودي تاكل أربعة وتروح. راهو راك خطر على تاريخ الترجي الرياضي التونسي. هذه هي أنا حسب رأيي شنو ريت من بعيد الترجي، كيفاش حللت ماهر الكنزاري فيش قاعد يعمل في الترجي. فشل في الكاستينج، فشل في الاختيار، فشل في التعامل وسط المباراة، وفشل حتى على المستوى الاتصالي. ما يعرفش حتى يحكي ويقول انه عمره ماهوش صغير باش نجموا نلوموا على ماهر الكنزاري. ولو كان جات الدنيا دنيا ماهر الكنزاري راهو ترك الترجي وحده من غير ما يكلموا حتى حد. النتائج اللي عملتها في الشامبيونز ليج ايش عملت توا سيدي؟ عملت زوز تعادلات مع فرق ضعيفة جدا، 3 تعادلات منها زوز البرة وتعادل في رادس وانتصار وحيد. يعني الترجي يلعب 4 مباريات في مجموعة ينتصر انتصار وحيد بهدف يتيم ضد سيمبا. ما هذا يا هذا؟ وينك انت؟ وين المدربين اللي جاوا قبلك كاردوزو وريجي كانف؟ شتانة بين الثراء والثريا. سلام الله عليكم.